هو الناس، الرجل الطبيعي المتفهم الرحوم الإنساني لما يشوف، بس لما زوجته توصل مرحلة إنها تبكي قهر وضيم يتوقف ستوب هنا، يعني يعرف إنه في شيء، يقوم يعني بيتناقش معها، يحاول يقنعها أو هي تقنعه وبعدين ينفذ إذا اقتنع. هذا لا، يعني هذا صدق سايكو، والله مو طبيعي، ما هو طبيعي، ما هو طبيعي أبدا، ما عنده أي عاطفة. فأقول لكم يوم لما معاذ، لما قاعدة أتوسل له وأقول تكفى الله يخليك معاذ، وأصر لا لا لا، قام كذا جايني في عقلي كذا الماضي كذا كله كذا، جاني تبان حتى ان جسمي من جوا تكهرب. تذكرت يعني ولدي الحمد لله هو كويس، والله كويس، هو كويس ويحبني، بس مسكين تعقد من اللي صار معه. لكن هذا الشيء رجعني للماضي، خلاني أتذكر هالمواقف. ومن كثر ما أبو أولادي عقدني صرت أحس إن كل الرجال زيه، أقسم بالله، أقسم بجلال الله، وأنتوا تعرفون إني صادقة، إني صرت أحس إن كل الرجال مثله. يعني والله في قلبي كلام كثير، بس يجي يوم وأوعدكم إني أقول لكم عليه يوما ما، قد يكون قريب. شوفوا، لازم نتعلم كبشر إنه إذا أحد قال لنا هذا الشيء يزعجني إن نصدقه، ما نتجاهل، أو إنه أنا ما أحب هذا الشيء، أو هذا الشيء يأثر على نفسيتي.